كاثيتر كنا بنستخدم نورمال سلاين زمان، كان بيتعمل علشان يشيل ويقلل السكريشنز اللي هي الافرازات. الدراسات الحديثه اثبتت انه بالهايبوكسيميا وبيزود خطر تكاثر البكتيريا اللي هو بيعمل بكتيريال كولونايزيشن، لان كل 5 مللي منه بيكون 300 الف مستعمره بكتيريه. علشان كده معظم الجايد لاينز الحديثه ما بتوصيش بيه. وممكن نستخدم بدائل زي الصوديوم بيكربونات والان اسيتايل سيستين، ممكن تتعمل لو في افرازات لزجه جدا او اي انسداد، لكن خلي بالك مش روتين يومي. الافضل دايما السكشن يكون جاف بدون اي مواد، ويكون اعتمادك الكامل على الشيست فيزيوثيرابي والنيوبلايزيشن اللي هي جلسات البخار. وخلي بالك البكتيريا دي هي الاصل واللي بتسبب احتماليه حدوث الفاب اللي هو الفنتيليتور اسوشيتد نيومونيا، خطيره جدا في الاي سي يو، وبتزود مده التهويه وطول الاقامه ومعدل الوفيات كمان.